امر امر مهم ان احنا، وانا قلت هذا الامر لفخامة المستشار وبقوله في العلن، اذا كان هناك فكرة للتهجير توجد صحراء النقب في اسرائيل، ممكن ان يتم نقل الفلسطينيين حتى تنتهي اسرائيل من مهمتها المعلنة في تصفية المقاومة او الجماعات المسلحة في حماس والجهاد الاسلامي وغيره في القطاع، ثم بعد كده تبقى ترجعهم اذا شاءت. لكن نقلهم الى مصر، العملية العسكرية دي ممكن تستمر سنوات، وهي عملية فضفاضة او لسه ما خلصناش الارهاب، لسه ما انتهناش من المهمة، وتتحمل مصر تبعات هذا الامر، وتتحول سيناء الى قاعدة للانطلاق بعمليات ارهابية ضد اسرائيل، ونتحمل احنا في مصر مسؤولية ذلك، ويبقى السلام اللي احنا عملناه كله بيتلاشى بين ايدينا في اطار فكرة لتصفية القضية الفلسطينية. انا قلت معالي المستشار مصر فيها 105 مليون، والرأي العام المصري والرأي العام العربي يتأثر بعضه ببعض، وإذا يعني استدعى الأمر إن أنا أطلب من الشعب المصري الخروج للتعبير عن رفض هذه الفكرة، فستروا ملايين من المصريين يخرجون للتعبير عن رفض الفكرة ودعم الموقف المصري في هذا الأمر. أنا بقول الكلام دوت عشان قبل الأمور، لأن احنا شايفين إن عملية الحصار المطبق على القطاع، أنا آسف إن أنا أطلت معالي المستشار، ولكن دي قضية خطيرة، وعملية منع المياه والوقود والكهرباء ودخول المساعدات إلى القطاع هو الهدف النهائي في النهاية، هو نقل المواطنين الفلسطينيين من القطاع إلى مصر، وهذا أمر. الدنيا حر، الدنيا حر، أنا عايزة أخرج أتهوى، عايزة فراولة، عايزة مانجا، رايحة أشرب حاجة حلوة تجيبيها منين؟ من الفكهان والحلوان، ومحل عصير فتح عشاني قدامه جنينة ودلاية، هتمشى وأخويا معايا وأشرب وأجيب لكم كوباية. والدنيا حر، الدنيا حر، أنا عايزة